إيران تتسلل مجددا إلى جنوب لبنان، والعملية تتم عبر بوابة العمل الإغاثي. هذه اتهامات جديدة نقلتها القناة الإسرائيلية 14. القصة هكذا: هناك مشروع يحمل اسم الوجه الحسن من تنفيذ جمعية وتعاونوا، وزع فعلا بيوتا جاهزة وأقام محطات خدمات في جنوب لبنان، والهدف المعلن مد يد العون للمتضررين من آخر جولة حرب مع إسرائيل. لكن جمعية وتعاونوا سبق لها أن كانت محط جدل، لا سيما في جانب علاقتها بحزب الله. مديرها عفيف شومان أجرى مقابلة سابقة مع قناة المنار التابعة لحزب الله، وحاول وقتئذ أن يرد على اتهامات بتسخير العمل المدني لأجل أغراض سياسية. وأمام الاتهامات قال مصدر أمني إسرائيلي إن الجيش تحرك وقصف حاويات ومنشآت للجمعية. ووفق هذه الرواية فإيران لم ترفع يدها بعد عن حزب الله رغم خسارة الشريان السوري، وإنما تتحرك لتأهيله عسكريا في الجنوب بشكل خافت أملته المرحلة. مشروع الوجه الحسن يذكر باسم أكبر مصرف لحزب الله، وهو القرض الحسن الذي تعرض للقصف في أكتوبر 2024، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية. جريدة الأخبار اللبنانية الأقرب لخط حزب الله قالت إن مشروع الوجه الحسن ينجز ما غابت عنه الدولة، وزعمت أنه ساعد عشرات الآلاف من العائلات. لكن في المقابل هناك حلقة مفقودة في هذه الاتهامات. فما هو النشاط العسكري الذي يقام بجنوب لبنان؟ حفر أنفاق أم نقل أسلحة أم إقامة منصات لإطلاق الصواريخ؟ وكيف يمكن إنجاز هذه المهام في ظل انسداد الطريق السوري ووسط فرض مراقبة شديدة على مطار بيروت وتحرك إسرائيل المستمر في جنوب لبنان، وفي ظل توجه الدولة في لبنان أصلا نحو نزع سلاح الحزب؟